فكرة سهلة وسريعة لديكور رمضان مش هتاخد معاكم وقت خالص. أول حاجة قصيت دايرة كرتون قطرها 25 سنتي، ممكن طبعا تغيروا في المقاسات زي ما انتوا عاوزين. استخدمت الشمع عشان أغلفها بقماش خيامية، وممكن تستخدموا ستيكر خيامية هيبقى أسهل. طبعا قصة الدايرة أكبر من مقاس الكرتونة بشوية عشان التقفيل يبقى شكله حلو. نقلبها بقى كده ونقص القماش لشرايط رفيعة، بعدين نستخدم الشمع على حرف الكرتونة ونتني القماش الزيادة كله لجوه. شلت الزيادات دي عشان ما بوظت الشكل. بعدين استخدمت فوم سادة ورسمت دايرة قطرها 18 سنتي وقصيتها. بعد كده بنثبت الدايرة دي على الدايرة الكرتون. طبعت رمضان كريم على ورقة ونقلتها على الفوم وقصيتها بالشكل ده. هسيب لكم الصورة اللي طبعتها في صندوق الوصف. كمان ممكن تكتبوا أي حاجة تاني غير كده ونلزقها بالشمع أو سوبر جلو. حبيت أعمل هلال صغير بالفوم الذهبي فاستخدمت دي عشان حجمها صغير. نرسم دايرة كاملة ونحركها كده ونرسم نص دايرة، سهلة جدا. قصة الهلال ولزقته هنا، شكلها تحفة. ممكن تكتفوا بالتزيين لحد كده، بس انا كان عندي الشريط ده شكله حلو وهادي كده وبسيط فلزقته على اطراف الدايرة. بصوا بقى، هي في الاخر كرتونة وزنها خفيف جدا، مش محتاجة تعليقة ولا مسمار. انا بلزقها بدبل فيس بتاع الحوائط. بس هوريكم تعملوا ازاي تعليقة بسيطة، يعني لو مش حابين تلزقوها على الحيطة. هنحتاج قطعة قماش صغيرة، نحط شمع كده في النص ونتني الاطراف لجوه. ممكن ما تعملوش الخطوة دي خالص وتستخدموا شريط ستان او حبل خيش لو متوفر عندكم. نثبت التعليقة بقى كده. شايفين بقى بسيطة جدا وسهلة ازاي؟ بجد حلوة قوي، لازم تجربوها.